صباح النهارده كان مختلف شويه، يمكن لانه يوم اجازه، يمكن عشان التلج كان مغطي كل حاجه. علشان كده مفيش اجمل من استغلال اللحظات دي، خصوصا وقت الفجر اللي كله بركه. دلوقتي الساعه 6 تقريبا ولسه حوالي تلت ساعه على الفجر في المسجد. حضرت نفسي كويس جدا كاني مسافر للفضاء زي ما انتم شايفين، وده لان الجو هيختلف حالا من 24 درجه في البيت لسالب 2 في الشارع. التلج في كل مكان، حتى على هدوم الشغل اللي نشرتها من امبارح او العجله اللي نسيت اغطاها من بالليل. في اللحظات دي بتحس قد ايه الدنيا هاديه ونقيه، وكمان نعمه ان ربنا يقومك من النوم ويختارك تصلي من بين الملايين اللي لسه نايمين نعمة تستحق الشكر. قربنا على المسجد فقلت اكتب اسم جميل بحبه مازال بيتعرض للخيانة في كل لحظة من القريب قبل الغريب، الله المستعان. وصلت الحمد لله ورغم التلج والجو الصعب لان المسجد مليان تقريبا، ووقتها بحس قد ايه احنا مقصرين في حق ربنا رغم كرمه ورحمته. خلصت الحمد لله وقطعت نفسي الطريق لغاية البيت. لحظتها حسيت قد ايه نعمة السكن كبيرة، وعلشان كده بدعي ربنا دايما يرزق كل محتاج الحاجة اللي تريح قلبه. قلت بقى بما ان الجو كله روحانيات وكده، اعيش في الصباح زي ما كنت بعيشه في مصر، فاكيد هنفطر سندوتشات طعمية مع شوية شاي. ويا سلام لو نشغل إذاعة القرآن المصرية جنبنا، وبكده احنا حرفيا في أعلى درجات الاستمتاع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص تقريبا كل حاجة بقت جاهزة، فهناخدها ونروح نسمع حاجة تعبر عن الوضع اللي بنعيشه. فلقيت فيلم وثائقي بيتكلم عن طفل عايش في أبرد منطقة على الكوكب في روسيا تقريبا. صباح جميل وهادي وكله بركة حرفيا، وصدق رسول الله بورك لأمتي في بكورها. وانتوا قولوا لي ايه الحاجة اللي بتحبوا تعملوها أول ما تصحوا في يوم الأجازة، وما تنسوش تابعوني في فيديو جديد. أنا محمد غطاس، وسلام.